الناس بتتكلم على اللقطه بتاعت عبد المنعم وضربه الجزاء، ناس بتقول هي ضربه جزاء او لا، وناس بتقول ان الغلطه غلطه شوبير انه اختار يمرر لعبد المنعم مش لرامي ربيعه. لكن انا هتكلم حاجه انديفيدوال، حاجه للعيب كتكنيك للعيب. تعال نشوف ايه الغلطه في الموضوع. ركز معايا هنا. بص شوبير، الناس بتقول انه كان المفروض يلعب لرامي ربيعه، ماشي، وان بص كل ممسوكين منات ازاي لعيبه منتخب مصر، بص المنات، فهيضطر يلعب لعبد المنعم. هو اختار يلعب لعبد المنعم، تمام، ولعب خلاص. بص بقى عبد المنعم استلمها ازاي، خدت بالك؟ شفت عبد المنعم استلمها بالرجل اليمين ناحيه الكوره، وده اللي زنقه. لكن لو كان استلمها بالرجل البعيده عن اللي داخل يضغط عليه، او بالرجل البعيده عكس الاتجاه اللي جاله منه الكوره، فكان ريح نفسه وكان ادى لنفسه فرصه انه يبقى عنده قرارات احسن من ده بكتير. فتعال نشوفها. بص زنق نفسه ازاي، بص. لكن هو لو كان استلمها زي ما بيقولوا كده، المصطلح بيقول لك receiving on the half turn، يعني استلمها بنص الالتفاف، كان جري وفتح على الخط مثلا وراح لف واستلم برجله البعيده اللي هو نص اللفه كده بالرجل الثانيه البعيده، كان فتح لنفسه زاويه. لو تفتكروا ابراهيم سعيد بيعملها ازاي، اللي حضر ابراهيم سعيد ده، هي دي اساسيات قلب المدافع. بس عبد المنعم بيعمل كده عامه وبيعدي وبيروح في معظم الماتشات. فهل هو عبد المنعم متعود يستلم بالرجل اليمين بس، ولا عبد المنعم هو بيستلم وبيحب يواجه ويعدي وبتصيب معاه كتير؟ تفتكر انهي فيهم؟ عبد المنعم ما بيعرفش يستلم غير باليمين، ولا عبد المنعم هو بيحب يواجه ويروح للخصم؟ لان اهو كان فتح نفسه بالثانيه وعادي شلت، كان شلت او لعب لفتوح، انت فاهم يعني؟ على الاقل كان هيوسع نفسه ويشلتها بعيد، مش هقول لك يلعب بقى كوره وكده. بس طبعا الناس عارفه عبد المنعم لا يمكن يعمل حاجه زي كده. طب تعالى شوف معايا اللقطه دي لمحمد عبد المنعم قصاد كرواتيا، كان ماتش ودي. بص شوف هنا هيعمل ايه. قلبك في رجليك كده وانت بتشوفها. هيلعبها محمد عبد المنعم طبعا، هيلعبها لمحمد عبد المنعم اهو. المدافع يبقى عنده بص قدره على اهو، شفتوا لسه بقول لكم يا جماعه محمد عبد المنعم طبعا. هل عبد المنعم بص انت ملاحظ يعني هنا هو استلم بالرجل الثانيه البعيده بس هو عايز يروح للخصم، فبالتالي حصل اللي حصل يعني. فدي كوره راح للخصم رغم انه استلم بالرجل البعيده. طب ركز معايا في اللقطه دي. هنا عبد المنعم بيعدل الكوره على يمينه برضه عكس الثانيه، هو هنا عدل كل حاجه على يمينه. بص لعبها باليمين برضه في العمق هنا برضه، بدل ما يلعبها هنا بشماله راح عدل يمينه وراح لعبها. فهو انهي فيهم؟ ده ماتش في بطوله افريقيا 2006 ابراهيم سعيد من غير اي حاجه، هو فاضي مفيش اي حد معاه، ولكن بيستلم بالرجل عكس الاتجاه اللي جاي له من الكوره. هنشوف دلوقتي. فده اساسيات. هنشوف اهو، بص بالشمال جاي له من يمين، عادي، هو ده طبيعي، مفيش حد اصلا ضاغط عشان يستلم بالثانيه، بس هو ده طبيعي. بص بالشمال، بص هنا مش بالشمال بس، عادي يا عم، هنا بيستلم براحته باليمين عشان الكوره جايه له من الشمال، فهو عادي ما حدش ضاغط عليه، ولكن ده الطبيعي، ده اللي متعود عليه. فاللي هو بقى اشحال انت حد ضاغط عليك من الاتجاه اللي جالك منه الكوره اصلا، والطبيعي اصلا ان احنا نستلم بالرجل البعيده، يعني دايما نستلم الكوره بالرجل البعيده عن الخصم، والرجل القريبه تحافظ على الكوره، غير اللي انت بالنص لفه اللي قلنا عليها. فبالتالي حتى لو هو متفوق عليك في كل حاجه مش هيلحق تكون انت شلت زي ما قلنا او لعبتها او قطعها منك بره الملعب اصلا، عكس لو انت اديتها له جوه بسبب زاويه وتشريحه جسمك. صح، عشان بس الناس ما تفهمش الفيديو غلط، انا عايز عبد المنعم يرجع ويلعب بقيه البطوله اصلا. كان معاكم حازم زياد، حد بيحب يعرف الكوره بتلعب ازاي. سلام.